مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اكلي واكلي. زي ما انتم شايفين انا عم بلف فطاير تبعتنا. انا بدي احكي لكم وصفه اللي احنا بنعملها. وصفه هي زعتر وسبانخ وفلفل حار، وإشي مهم كتير عشان أعطيها حموضة، اللي هو إحنا عندنا بالشمال بنسميه حماميضة. هذا نبتة إسا مليانة بالوعر، كتير طعميتها حامضة، بنفرمها وبنحطها معه. وبحب أنا يكون شوي حر دايما هيك. الزعتر دايما بيغلب. زي ما انتم شايفين أنا إسا عم بسكر اللي عجنته قبل، وإسا بيطلع عنا هذا الشكل. شايفين انتم لما تيجي ترقوا العجين ما تهتموش اذا طلع مدور ولا هيك مجعلك. شايفين كيف بالنتيجه بالاخر بيطلع زي ما انتم شايفين مثلث. بناخذ هذا مثلا، طلعوا كيف، هذا هيك، هذا هيك، وهذا هيك، طلع عنا مثلث. على سيره المثلث تذكرت نكته. هاي كان في عنا واحد من عكا يحمل على سيارته دائما اغراض. هسه هو مجبور، تعرفوا حسب القانون يعني، انه يحط مثلث احمر على الاغراض عشان ما السواقين يشوفوا انه محمل وينتبهوا. فهو كان يحمل الاشياء بدون ما يحط هذا المثلث الاحمر. قام مسكوا بوليس، وقفوا، قال له وقف على جنب، قال له وين المثلث؟ طلع في هذا العكاوي قال له وينك وين المثلث؟ احنا بالشمال، المثلث وين؟ بالجنوب، غاد.